الفيلم يبدأ مع سوزي وهي تتشاجر مع بين حبيبها السابق، لأنه دايما يقطع علاقته بها بدون سبب. وفي الوقت اللي كانت تتشاجر معه وتعيط عليه كانت بداية انهيار عاطفي لبان ودخوله في صدمة، لأنه كان مرتبط بها لمدة 2.5 سنين، ونعرف أنه يدرس في كلية الفنون وفي السنة الأخيرة للتخرج. وبعد أيام شاف أنه سوزي قدرت ترتبط بشخص آخر بعد أسبوع واحد من انفصالهم، وهو ما زال في مرحلة الاكتئاب واستغرب من تصرف حبيبته. وهنا قال له صديقه سيان لازم عليه حتى هو ينساها ويرتبط بوحدة أجمل منها ويخليها تغير ويحسسها أنها ما عندهاش قيمة عنده. وبالرغم من عدم قدرة سيان على الارتباط إلا أنه بين اقتنع بكلامه، ويكون بين عايش في إقامة الطلبات تابعة للكلية اللي يدرس فيها وعنده غرفة وحده. ولما وصل الليل حس بالندم وما قدرش ينام، وبدأ يفكر في كل لحظة عاشها مع سوزي حبيبته، وتفكر لما كانت واقفة معاه وقالها أنه مش راح يخليها تكون سعيدة كما تتمنى ولازم ينفصل عليها. ولكنه ضعف فجأة وراح اتصل بسوزي في التليفون وتأسفلها على التصرف اللي عمله معها، لكن سوزي طلبت منه يقطع الاتصال لأنه فات الوقت على الاعتذار، وهي ارتبطت بشخص آخر وانتهى الأمر. وبعد ما قطعت الاتصال رجع للغرفة تاعو وخرج صورته معها وبقى يتفرج عليها، وحاول يرمي الصور ويشعل فيها النار لكنه ما قدرش، ورجعها مرة أخرى للدرج تاعو. ونشوفه بان في يوم افتراقه على سوزي ما قدرش ينام الليل من الأرق الشديد، وبقى على هذا الحال لأيام عديدة، وجرب كل الحلول باش يقدر ينام ولكنها فشلت، وتمنى لو الوقت يمر بسرعة، لكن بسبب الحالة اللي هو فيها يكون مجبر يشوف كل ثانية من حياته وهي تمر ببطء. وبدل ما ينسى سوزي أصبح يفكر فيها أكثر من الأول، وبدأ يستغل وقته في أي حاجة تنسيه في سوزي. ورجع مرة أخرى للقراءة وجاب كل الكتب اللي كان يتمنى يقراها على أساس تنسيه في سوزي، لكنه مجرد ما يتوقف عن القراءة يشوف سوزي في خياله وهي تجري أمامه وتضحك معاه، وبقى على هذا الحال مدة طويلة. ومرة لما كان في السوبر ماركت شاف إعلان يطلبوا فيه عمال للمحل، وقرر يتقدم للوظيفة على الأقل يشغل وقته ويربح نقود. ولما قابل مدير المحل ستيف اللي بدأ يشكر في المحل وفي نفسه، يكون بان سارح ومش مركز مع ستيف وش اللي يقول فيه، وشاف صورة معلقة وفيها فريق كرة القدم وستيف واحد منهم، وفهم أنه مهتم بكرة القدم. وبعدها بدأ بان يشتغل في السوبر ماركت، واختار الفترة الليلية ويكون الوقت اللي يشتغل فيه أغلبية الناس نايمين من غيره هو والعمال اللي موجودين داخل المحل. وبعدها تعرف على زميلته شارون اللي تشتغل أمينة صندوق، وتكون مستعجلة لأنها تأخرت على الموعد وخايفة من ستيف يطردها لأنها ثاني مرة تتأخر، ويكون ستيف يستنى فيها ويحذرها من احترام المواعيد. وهنا شاف بان أنه ستيف يحاول يتحرش بشارون، وبعدها راح لشغله ويكون أمامه كيس طاح في الأرض، وبقى مركز معاه ويتأمل في كل التفاصيل اللي أمامه، حتى جاء عنده ستيف وأمره يلم الكيس اللي ساح في الأرض. ولما سرح مرة أخرى جاه ستيف وضربه على راسه باش يفيق ويبدأ شغله، ويكون بان مهتم بزاف بالتفاصيل اللي حوله. ولاحظ أنه كل موظف في السوبر ماركت عنده طريقته في تحدي الملل، ومن بينهم شارون اللي تغطي كل الساعات المقابلة لها وحتى ساعة اليد، لأنها لما تشوف مع الساعة تحس أن الوقت يمر ببطء، وكل الوقت تمنع نفسها من النظر للساعة. ونشوفوا باري ومات اللي كانوا يتحداوا في الملل عن طريق اللعب بالسكوتر. ومرة لما خذا ستيف إجازة مرضية قرر باري ومات يعملوا سباق سكوتر داخل المحل، وبقية العمال تراهنوا على الشخص اللي راح يربح في السباق، لكن السباق فشل لأنهم دخلوا في سلة تسويق لزبونة داخل المحل وطاحوا في الأرض. ومر أسبوعين على بان داخل المحل، وأصبح يركز في الوقت اللي يمر لدرجة أنه بدأ يحس بقدرته على جعل الوقت يمشي ببطء ويتحكم فيه، ويراقب تصرفات كل الأشخاص اللي حوله. وشاف ستيف وهو يحاول يحكي لشارون على مغامراته المملة، وتكون شارون مستاءة منه ومش حابة تسمعه. وباري ومات يلعبوا مع بعض ويرميوا في منتجات منتهية الصلاحية، وفجأة قدر بان يوقف الزمن ويخلي كل حاجة حوله ثابتة ما عدا هو اللي قدر يتحرك براحته وسط الموجودين داخل المحل، وبدأ يركز في كل الأشخاص. وبعدها اختار شابة واقفة أمامه ويكون شايفها خارقة الجمال، وبدأ يركز فيها وفي تفاصيلها. ولأنه وقف الزمن وواحد ما يكون شايفه قرر يرسم الشابة الجميلة بعد ما نزعلها ملابسها من فوق، لأنه الرسم هوايته المفضلة. وبعدها قرر يمر عليهم وحدة وحدة حتى رسمهم كلهم، وراح عند شارون اللي يكون باين عليها الملل من ستيف وحكاياته المملة، وقرر يهز ستيف من أمامها ويحطه بين باري ومات اللي كانوا يرميوا في السلع على بعضهم. ولما قرر بان يرجع الوقت لطبيعته طرطق صباعه، وبدا الوقت يمر ورجع كل شخص لطبيعته.
وبعد ما خلص بين الشغل رجع للمنزل ولقى سيان صاحبه جاي يطمن عليه، وحاول يخفف عليه موضوع سوزي وقال له لازم يوقف التفكير فيها. وهنا تقلق بان من كلامه ووقف الزمن شوي باش يرتاح من ثرثرة سيان، وبعد ما ارتاح منه رجع الزمن مرة أخرى وخلاه ومشى. وفي اليوم الموالي راح بان للشغل ولاحظ أنه شارون مركزة معاه، حتى جاه باري ومات باش يلعبوا معاه بطريقة بايخة. وبعدها تلاقى مع شارون في غرفة الملابس وتكون جيعانة، وعرض عليها تاكل من الأكل تاعو، وبقى مركز معاها لدرجة أنه فكر يوقف الزمن، لكن لأنه ذهنه مشتت مع شارون ما قدرش يوقفه ككل مرة، وبقى يشوف معاها حتى مشاته وخلاته وحس أنه لأول مرة معجب بشابة غير سوزي. لكن تفاجئ لما عرف أنه مات مرتبط بشارون، وخرج معاها للسينما، واتصدم بان من شارون وبقى على هذا الحال فترة. وهنا جاه سيان باش يقعد معاه شوي في غرفته، ولاحظ أنه بان مش مركز معاه. ولما حكاله بان على شارون قال له سيان أنها مش لازم تكون معجبة بزميله باش تخرج معاه، وممكن تكون خرجت معاه كصديق مش أكثر، وما تكون حتى مشاعر بينهم. وبقى بان يستنى في اليوم الموالي باش يعرف وش راح يقول مات عن الموعد تاعو، وسمعه هو يقول أنها مرت ليلة جميلة مع شارون وكانوا فرحانين مع بعض. وهنا دخل عليهم ستيف وقال لهم أنه يوم الأحد عندهم مباراة كرة قدم مع المحل المنافس لهم، وأمرهم يجهزوا نفوسهم لأنها مسألة سمعة. وراحت معاهم شارون باش تتفرج على المباراة، وبداو يلعبوا ويكون فريق ستيف فاشل ومش عارفين يلعبوا إطلاقا، وحارس المرمى تاعهم مش قادر يمسك أي كرة، عكس الفريق الخصم اللي يكون مدرب مليح ولابسين زي موحد. وكملوا يلعبوا حتى أصبحت النتيجة 26-0 لصالح الفريق الخصم. وحاول ستيف بكل طاقته يسجل هدف حتى وصلت آخر دقيقة في الماتش، والضرب مات الكرة بقوة وجات في وجه ستيف. وهنا وقف بين الوقت وبدأ يتمشى وسط اللاعبين، ودخل للكافيه باش يجيب حاجة يشربها، ولكنه حس بحركة حوله، ولما ركز في الأشخاص الواقفين لقى واحد فيهم يشوف معاه وهرب بسرعة، وفهم بان أنه مش الوحيد اللي يقدر يوقف الزمن. ورجع مرة أخرى للمباراة بعد ما رجع الزمن لطبيعته، وتكون الكرة دخلت بقوة في وجه ستيف لدرجة أنها عملت له نزيف، واضطر مات يوصلوا للمستشفى وطلب من بان يوصل شارون منزلها. وفي طريقهم دخلوا للكافيه مع بعض، وسألها بان إذا كانت مرتبطة بمات، قالت له أنها خرجت معه كصديق مش أكثر، وهي حاليا مش مرتبطة لأنها انفصلت على صديقها من 6 أشهر بسبب أنه سافر المكان بعيد، والعلاقة عن بعد دايما تفشل. ويكون بان حاب يعرف معلومات أكثر على شارون، وسمعها وهي تقول أنها حاولت تدخل للكلية لكنها فشلت في الدراسة، وعندها 2 وهي تشتغل في السوبر ماركت، ومداخيلها تصرفهم على دروس تعلم اللغة الإسبانية على أمل تساعدها في السفر وبداية حياة جديدة في مكان جديد، لأنها كانت دايما تحلم تسافر الأماكن بعيدة وتتعرف على أشخاص جدد وثقافات جديدة وتتعلم منهم ومن تجاربهم. وبعدها سألته على حلمه، قال لها بان أنه دايما يتمنى يكون رسام ولوحاته تتعلق في كل مكان ويكون مشهور. وهنا قالت له شارون أنها كانت دايما تتمنى تقابل رسام حقيقي، لأن الرسامين يكون عندهم القدرة على رؤية الجمال في كل حاجة حولهم ويرسموها ويشاهدها العالم كله معهم. وبعد ما خلصوا كلامهم وصل بين شارون للمنزل تاعها ويكون فرحان لأنه معها. وفي اليوم اللي بعدها يكون ستيف في حالة يرثى لها بسبب الإصابة في مباراة أمس، وقال شارون أنه عيد ميلاده يوم السبت وراح يعمل حفلة، وطلب من كل الفريق يجيوا للحفلة اللي راح يعملها في المنزل تاعه. خرجت شارون تفتش على بين باش تقول له على موضوع الحفلة، وطلبت منه يكون رفيقها في الحفل. وافق بين وقال لها أنه يستناها يوم الحفل وراح يكون معها. وبعدها طلب منهم ستيف يجتمعوا وقدم لهم دعوة لحضور عيد ميلاده، وقدم البين نقود باش يجهز له الحفلة ويعمل له فيها مفاجأة، وتكون أول تجربة البين في تجهيز الحفلات. ولهذا راح مع صديقه سيان باش يساعده، لكن سيان وافق يساعده بشرط يروح معه للحفلة ويستمتع معهم. ويكون بان دخل في الأسبوع الرابع بدون نوم، ونسى سوزي نهائيا وما بقاش يفكر فيها، وأصبح يوقف الزمن كل وقت باش يجلس مقابل شارون ويرسمها، وأغلبية وقته يقضيه في رسم شارون لأنها السبب الرئيسي اللي خلاه ينسى سوزي. ومع الوقت بدأ بين يقرب أكثر من شارون، وأكدت عليه موعد الحفلة وطلبت منه يجي عندها للمنزل ويروحوا مع بعض، وباساته قبل ما تروح. وهذه تكون أول مرة البين من أسابيع أنه ينام ويرتاح بعد أيام سهر. وبعدها جاه واحد صاحبه وقال له يرد على الاتصال اللي جاه في التليفون، ولما حكى معاه لقاه واحد طلب منه يعرض كل لوحاته في معرض راح يعملوه عن قريب. فرح بان لأنه أخيرا واحد مهتم برسوماته وراح يعرضها في معرض حقيقي، لكن نعرفوا أنه مقلب عملوا فيه مات زميله. وبداوا يجهزوا في نفوسهم للحفلة،
وراح بان باش يخرج شارون من المنزل تاعها وهو فرحان بخبر نشر رسوماته. ولما قال شارون على العرض اللي جاه فرحت معاه لأنه هذا كان حلمه، وراحوا مع بعض لحفلة ستيف. ولما وصلوا اكتشف بان أنه سوزي موجودة في الحفل لأنه صديقها الجديد هو أخ ستيف، ولكن بان ما تأثرش بهذا الشيء أصلا، ويبان على سوزي أنها هي اللي تراقب فيه من بعيد. وبعد شوي لما راح بان للحمام تلاقى مع سوزي في الطابق الثاني للمنزل اللي حاولت تتأسف منه على الشيء اللي عملته معه، وطلبت منه يعطيها فرصة لتصليح علاقتهم، وحاولت تتقرب منه. ومن سوء حظه شافته شارون في اللحظة اللي قربت منه سوزي وحاولت تبوسه، واعتقدت انهم رجعوا لبعض، وبان قطع علاقته بها. لكن بان بعد سوزي عليه ونزل يفتش على شارون ولقاها خارجة من المنزل وهي غاضبة منه، وتمنى لو كانت عنده القدرة يرجع الزمن للوراء كيما يقدر يوقفه. وبدا يفكر في التصرف الصحيح اللي راح يعمله باش يصالح شارون، وطول في التفكير لدرجة انه وقف الوقت لمدة يومين ومش قادر يحدد تصرف واحد يخلي شارون تصالحه. واخيرا استسلم وخلى الوقت يمشي بشكل طبيعي، وراح المنزل شارون باش يتصالح معاها، لكنها ما عطاتلوش فرصة يحكي معاها وغلقت الباب في وجهه. ورجع مرة اخرى مش قادر ينام، ولما وصل لموعد مقابلة الرسام المشهور واكتشف ان الموضوع كان مقلب عملوه فيه صحابه. لكن الرسام لما شاف الرسومات اللي معاه اعجب بها وما حطش لوحة وحدة لبين، لكن خصص له مكان كبير للوحات تاعو واللي معظمها كانت لوحات شارون. وبعد لحظات جات شارون للمعرض وانبهرت برسومات بين الجميلة، وعرفت انه مغرم بها لدرجة كبيرة. ولما قابلته قالت له انها مش محتاجة يشرح لها اي حاجة او يدافع على نفسه، ويكفي الجمال اللي شافته في الصور، لانه هذا اكبر دليل على حبه لها. وانتبهوا ان الثلج ينزل، ومسك شارون من يدها ووقف الزمن وخلى شارون تتحرك معاه، وقال لها انه يقدر يوقف الزمن. وبداو يتفرجوا على جمال الثلج وهو ثابت في الجو، ويكون بان اخيرا فرحان لانه حقق حلمه، سواء مقابلة شارون واعترافه بحبه لها او حلمه بنجاحه في تحقيق حلمه كرسام. ما تنسوش تدعموا القناة عن طريق زر الاعجاب وتعليق او 2 أو 3 ونشر المحتوى اذا عجبكم، وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد من قناة زيب افلام. سلام.